السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رجالة بيه محمد رزق. بصوا يا رجالة، بأمر الله احنا عايزين نتكلموا النهارده في موضوع مهم جدا جدا، في موضوع الرميات. وافهم انا عايز اقول ايه بالظبط. الرميات يا جماعة مش موضوع ان انت تاخد فرد حمام جامد بس ترميه وخلاص. الرميات موضوع كبير، والرميات انواع. يعني انت ممكن مثلا تتفق مع واحد صاحبك، اروح مثلا نرمو مثلا من بعدينا مثلا ب 30 كيلو بالنهار، هتاخدهم بالنهار ونشوف بقى انا حمامي يجي انت حمامك يجي. الكلام ده مش دي الرمايه اللي انا اقصدها، مش دي الرمايه اللي انا اقصدها. طبعا الرمايات دي الحمام بياخد وقته وبيجي في اللي بيجي في مسافه السكه عقبال ما تروح تلاقيه، وفي اللي بياخد ساعه، في اللي بياخد ساعتين، في اللي بياخد النهار كله عقبال ما بيوصل. المهم ان الحمام كله بيوصل. ليه؟ لان انت بتنقي حمامايه واثق فيها وجامده. وفي حمام بيغزلك وما بيجيش اصلا، ما بيعرفش يروح. دي رمايه في الفاضي، دي اسمها رمايه في الفاضي. يعني ايه في الفاضي؟ يعني بتاخدها في مكان بعيد وترميها وما بتاخدش مع حد. ازاي ما باخدش مع حد؟ السما مليانه حمام. لا، ما انت بتاخدها مثلا 8 الصبح، 9 الصبح، مش في وقت مجال، يعني مش في وقت مجال. تمام. بصوا يا جماعه، ركز معايا عشان تفهم ايه اللي كان يحصل معايا، والحمد لله ربنا سترها. ركز معايا كويس. الموضوع مش موضوع ان انت عشان ترمي المية تاخد حمامه جامده ترميها وخلاص وانت واثق فيها. الرمايه يا جماعه محتاجه فرد مواصفاته عامله ازاي. اقول لك مواصفاته عامله ازاي. فرد حمام يكون جامد حديد، يكون جامد حديد. تمام. ياخد مهما ما ياخد مع حد ما بينزلش. دي اول نقطه. تاني نقطه تحدفه من اي مكان ياخد وقت قصير ويجي، ما يقعدش ياما. ركز في الكلام. ياخد وقت قصير ويجي، ما يقعدش ياما. يعني مثلا رميتهم، فرد الحمام كبير قوي، يوم ما يتمعظم قوي نص ساعه، ساعه الا ربع. ده لو اتزنق بره نص ساعه، ساعه الا ربع عقبال لما يوصل غايته. غير كده يبقى فرد حمام ما ينفعش في الرمايه. لا، يبقى ده فرد حمام يلزم غايته يطير. ده انا بكلمك في فرد الحمام الجامد، ده انا كل ده بكلمك في فرد الحمام الجامد. يلزم غايته وخلاص، يطير فيها، يخلص على اي حد في المربع بتاعه او بره المربع بتاعه. المهم ان الفرد طلع بمزاجه من غايته وماشي، عارف هو رايح فين وجاي منين. دي بتفرق جامد خالص. تمام. يبقى فرد الحمام الرمايه محتاج ان انا عشان ارمي فرد حمام جامد حديد ما بينزلش وانا واثق فيه. وتاني حاجه بوصلته سليمه وشغاله، ويعرف هو رايح فين وجاي منين، وما ياخدش وقت في الرمايه. كبير نص ساعه، ساعه الا ربع، ياخد بعضه يطلع، لو اتزنق عند حد يخلص ويجي على طول. ده نوع من انواع الحمام اللي هو يصلح للرميات بجد، مش الرميات بقى الفاضيه. الرميات اللي انت تاخد اولتك كده وتروح ترميها في مجال في منطقه بعيد عنك 30 كيلو 40 كيلو. ده بقى الفيديو اللي معمول للرمايه دي. وفي فرد حمام بالصلاه على النبي عليه الله اكبر، تلاقيه كمبيوتر في المراويح وكمبيوتر في البوصله بتاعته، وما ياخدش 10 دقايق بس الله اكبر عليه ضريبه. ده نوع تاني من الحمام مالناش دعوه بيه خالص. زي الضرايب كده، بتمسك منك فرد حمام، بتمسك منك وهوب تلاقيه فجاه يروح يرد لك، تبيعه برضه يرد لك. يبقى الرد يا جماعه شيء، نفصله الرد شيء والجموديه شيء تاني. احنا عايزين فرد حمام نرمي فرد حمام في الطريقتين دول، يعني مكتمل فيه الوصفين دول، يكون جامد حديد ويكون في الرد سفلى. تمام. ده في الرميات اللي هم الرميات البعيده اللي بترمي في 30 كيلو 40 كيلو من مجال. طيب، انا كنت متفق انا وشادي ان احنا نروح ونرمو، يعتبر نقول ناحيه كرموز كده، عند استاذ بلبل عزبه على ما اتذكر. بلبل عزبه
تمام، مع استاذ ايمن مدرسه. بصوا يا رجاله، المكان ده من الغيه عندي، من الغيه عندي لكرموز، هو ناحيه كرموز، ناحيه الحتت دي كده، اللي انا فهمته يعني ايه من الوصفه. من غيتي انا للمكان ده، من الرمايه دي هيخش لها مثلا في بتاع 30 كيلو 35 كيلو، 30 كيلو 35 كيلو. كنا المفروض انا وشادي يوم الاحد نروحوا نرمي رميه في المجال، في قلب المجال. فانا قلت اعمل ايه؟ قلت قبلها بيوم او قبلها بيومين. طبعا انا مش هاخد الرميه كلها زي الرميه، مش هاخد الاوله كلها زي اللي انا عملته في الرميه المره اللي فاتت. انا هاخد نص الحمام بس، او نقيت شويه، نقيت 16 فرده حمام يا رجاله، نقيت 16 فرده حمام. قلت اخدهم ارميهم بالنهار. ركز معايا وطول بالك عليا عشان تفهم انا عايز اقول لك ايه بالظبط. ارميهم بالنهار واشوف الحمام ده هل فعلا هيصلح الرميه دي ولا مش هيصلح. طبعا انت هتقول لي ايه هيصلح الرميه دي؟ ما هيجي، ما هو الموضوع مش موضوع يجي، ما انا عارف ان هم هيجوا، بس هياخدوا وقت قد ايه من هناك لهنا عشان يجي. ده حمام انا هرميه في مجال، هرميه في مجال يعني هيتزنق. يعني ما ينفعش فرد حمام يبات لي بره، لان لو فرد حمام بات لي بره هيزعلني. يا علم هو متبقى على مين دلوقتي؟ انا ما بتكلمش على العزيز اللي احنا نرمي عنده خالص، لا، ده الحمام هيتفرق، المفروض ان هو هيتفرق عن منطقه لان ده مجال. انت تعرف فرد الحمام بتاعك اللي هيبات بره ده، اللي متبقى عليه ده هيعمل معاه ايه؟ مش ممكن يطلع يمسكهم على العماره. فانا قلت اجس الحمام بتاعي واخده رجاله اروح ارميه من هناك. اخدت الحمام فعلا، نقيت 16 فرد حمام ورميتهم من هناك، من المنطقه اللي اتوصف لي عليها. انا ومصطفى خدنا العربيه ورحنا ورجعنا. اخدنا في المشوار ده مثلا بتاع نص ساعه بالعربيه ولا حاجه، ورجعنا. ابص لك لسه مفيش فرد حمام جه، ده كده عدى نص ساعه لسه مفيش فرد حمام جه من الحمام. بعد كده مفيش 5 دقايق لقيت لك الراجل الطيب ده جه اول فرد حمام. الراجل الطيب ده جه اول فرد حمام، تمام. بعدها بدقيقتين 3 الراجل الطيب ده برضو لقيته جاي. على فكره يا رجاله الاتنين دول اخوات، والاتنين دول اخوات عش واحد وام واب واحده. الحمام ده حمام حديد، الحمام ده حمام حديد اتبقى للضلمه للكحل، مش حد يعرف يعمل معاه حاجه. والحمام ده مش صياد عندي هنا في المنطقه ومش صياد في الرمل. ولما فرد حمام من دول يتبقى على حد هيعرف انه مش هيحوش حاجه لو معاه فرد حمام غريب، تمام. اول اتنين جولي الاتنين دول. يبقى بعد ما رميتهم بنص ساعه او بنص ساعه مثلا و5 دقايق الاتنين دول جم. بعدهم على طول فرد الحمام ده جه. ده ما طولش برضه، بعدهم على طول كده قام جاي. طبعا الحمام ده انا لما رميته يا جماعه رميته الساعه 8 الصبح، 8 الصبح. لما ارمي الحمام الساعه 8 الصبح انا مش رامي الحمام ده عشان اشوفه هيرجع ولا مش هيرجع. انا طبعا عارف انه هيرجع. انا برمي الحمام ده عشان عايز اعرف هيوصل في قد ايه، هل الحمام ده لو روحت البيت ولقيته كامل يبقى الحمام ده يصلح للرميه، يبقى الحمام ده هيتزنق بره وبامر الله هيخلص وهيجي. لكن الحمام ده لو هيطول يبقى مش هيصلح للرميه البعيده. يبقى الحمام ده مش هيتمسك بس هيبات على عماير، ولو بات على عماير يبقى ربنا يستر عليه. يا عالم هيتبقى على مين، ويا عالم لو هتبقى وبات على عماره اذا كان يطلع بالليل حد يطلع يمسكه ولا لا. فلازم تبقى انت غاوي دماغك شغاله. المهم ال3 حمامات دول يا جماعه جم. بعد كده بقى ايه، ساعه فرد يجيلي، كل نص ساعه فرد. فضلت كده شغال لغايه الساعه 1 الظهر، من الساعه 8 لحد 1 الظهر، عقبال ما الحمام ما كمل معايا. من 8 ل1 الظهر الحمام كمل معايا في رميه فاضيه 30 كيلو 40 كيلو وتاخد الوقت ده كله. امال انا لما اخدك بقى، لما اخذك في الكلمه واحطك في الدشار واوديك ارميك في المجال بالليل، ده انتوا حباتوا بره، ده انتوا كده على الوضع بتاعكوا ده حباتوا بره. يبقى الحمام ده كده
مش هينفع في الرمايه دي. يبقى الحمام ده كده انا هظلمه معايا. يبقى انا معايا رجاله خد مني بقى لهم سنين، وخدهم ابهدلهم. عرفتوا ليه يا جماعه انا جسيت الحمام؟ بصوا فرد حمام، فرد حمام شكله عامل ازاي. فرد حمام بطل في منطقته زي ده، يقعد لي ساعتين ولا ساعتين ونص عشان يجي لي من 30 ولا 40 كيلو في رمية مش واخد مع حد فيها. امال لو اخد مع حد ولا فرد حمام زي ده، قال جاي لي الساعه 12 مرمي الساعه 8 الصبح، قال جاي لي الساعه 12. امال بقى لما انا اخدكم واطيركم في قلب المجال حبطولي بره يا فرحتي. طب لما تبطولي بره اصبح تاني يوم الصبح الاقي نصكم جم والنص التاني ممسوك من العماير. يبقى كده يا جماعه الرمايه دي مش هتنفع معايا. الرمايه دي انا كده هظلم الحمام معايا. يبقى لو هتقع في موقف زي كده، الموضوع مش موضوع فرد حمام جامد تاخده وترميه وخلاص. فرد الحمام الجامد، فرد الحمام اللي هتاخده وترميه من حته بعيده، لازم يبقى فيه الاثنين المواصفات اللي انا قلت لك عليها، مجتمع فيه الاثنين المواصفات اللي انا بقول لك عليها. يكون فرد جامد حديد لان لو اتكعبل مع حد ما ينزلش. يكون فرد حمام بوصلته شغاله في المراويح ما يعطلش، يعرف في اي حته ترميه ياخد بعضه ويمشي. طب انا دلوقتي اللي انا شايفه في الحمام ده يصلح ان هو يمشي على طول ومش هيبات بره. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي 3 حمامات. هنروح ب3 حمامات؟ مش ينفع طبعا انا اروح ب3 حمامات. فعايزين يا جماعه الناس اللي بتروح ترمي رميات، الرميات انواع. لما تروح ترمي من رمايه بعيده عنك بكذا كيلو، 30 كيلو ب40 كيلو، قبلها بيوم تجس الحمام بالنهار. مش تجس الحمام بالنهار تشوفه هيروح ولا مش هيروح. هو هيروح، بس هيقعد قد ايه عقبال ما يروح؟ هو هيقعد قد ايه عقبال ما يروح؟ حاول لما ياخد في المجال هيروح ولا هيبات لي بره؟ طب عايزين بقى الصدمه؟ خد الصدمه. في حمامه رجاله جامد حديد في غيته ويتباع على الدنيا كلها ويجي لك العشاء، تيجي ترميه من حته ما عرفش يروح اصلا. يلا. وفرد حمام خدمك ويتبقى على ايدك وحديد ما يعرفش يروح اصلا، يحتاس وما عرفش يروح ويضيع، وفي الرمايه الفاضيه ويضيع. اشحال بقى في الرمايه المليانه هيعمل ايه؟ ده اللي هو بيقول لك ايه، ضل الطريق، مشى ناحيه، مشى العكس، دخل طريق تاني. ففي حمام جامد يا جماعه في الرمايات دي ممكن يتظلم، يبقى بناقص. انا الحمد لله رب العالمين عملت الحكايه دي قبل الرمايه، واتضح لي ان الحمام ده 3/4 هيبات بره مش هيجي. 3/4 هيبات بره مش هيجي، وانا عشان فرد يبات لي بره يزعلني. وفي ناس بتاخد حمامها وبترميه وما بتفرقش يبات ما يباتش، اهم حاجه انه يروح وخلاص. الموضوع مش موضوع مراويح، ما هي كلها بتروح. ما الفلاحي بيروح بس هيروح لي امتى؟ ده المقصود من الرمايه. فانا يا جماعه الرمايه دي مش هتيجي معايا الصراحه. انا مش هبهدل حمامتين معايا. طبعا انا ما بطلعش اتفزلك، انا بطلع اقول اللي حصل معايا بالظبط. في بقى كام واحده بنعملهم كده ايه للسيف، صغيرين. في معانا بص يا رجاله، الطرطور ده مش طاير عندي، ده مش طاير عندي، ده انا لقيته لما في الاولى كده من كام يوم، زغلول صغير، هو مش رامي ولا ريشه لسه، وحطيته ومسكته. هو تقريبا منطور، فعايز افتحه مع الحمام. ايه رايكم؟ نشوفوه كده مع الدنيا ايه. انا بظبط كام واحده كده الاولى للسيف. انا اسف
في عندنا ده برضو، ده شاب. في عندنا برضو الحلز ده، وفي الشاب ده برضو. وده اخوه، الحلز ده اخوه. الحاسه دول فرخه يا جماعه. بنظبطوا برضو كام واحده كده نعملهم بأمر ليله الصيف. فخد بالك من الرميات دي، لازم تعرف قدرتك فيها ايه، قدرتك فيها ايه. اوعى تيجي معاك ان انت عندك فرد حمام حديد وبخلص على الجن تاخده ترميه من اي حته. زي ما قلت لك الرمي ده له اصول، واعرف فرد الحمام قدرته في مجيه قد ايه، قد ايه. في فرد حمام بيبقى حديد وفي المروح مخه عطلان، ممكن يقعد لك يوم بره عشان يعرف يرجع لك تاني. فده طبعا مش هيصلح يترمى فين، مش هيصلح يترمى في رميه فيها في قلب مجال بالليل. ده كده هيبات لك بره، وانت عشان يبات لك فرد بره ممنوع. يا عالم ايه اللي هيحصل. يلا انا قلت افيدكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.